واللي يحط الطير على كتفه أهو الشيخ. تم يا ابونا، على الله توكلنا. بسم الله. يا مصيبة المصيبة، قلت له رمز القبيلة، فإننا بذلك نهدر دمهما ودم كل من يساعدهم ويقويهم. يمن اكو ولد ريبري بتركيا يقدر يطلعكم بتهريب لاوروبا وتخلصون من هاللغوه. هاي هسه وصلنا بعد نقطة الانطلاق. من هنا بعد راح نعوف السيارة وندقها مشي بنص الغابات المظلمة. استاذ مهرب، صار لنا ايش قد نمشي احنا؟ 3 ساعات ونص. خوش يا جماعة ترى صارت حيل باردة واني راح اتجمد. ما قلت ليش قد بعد ونوصل؟ هسه انتم شو ما عليكم، اول وتار راح نوصل. هيا وش متحمس لاوروبا، للماء للخضار، واكثر شيء متحمس للنسوان. لكن انت مو متزوج 4، شلك بالنسوان بعد؟ مو اني بس اعبر الحدود العداد عندي صفر وارجع احزب، هذا قانون عندي. لحظة، هذا صاحبك وين راح؟ خرب بس لاكلته ذيابه. ابو حمودي، ابو حمودي، ابو حمودي، ابو حمودي وينك يا معود؟ وين رحت؟ تعال هذا ولقيته هنا. وينه؟ هذا مخشب هنا من البرد بس لا ميت. روح اجمع حطب خلينا نشعل النار بسرعة. الحمد لله على سلامتك ابو الحماميد، ظل بالي عليك والله. الله يسلمك ابو زيدان. بس انت شلون هيك فجأة ضعت من عيوننا؟ هو اللي شاي حسيت البرد وصل للعظم عندي وراسا فقدت. انت شو تطلع للغابات بلا ما تلبس ملابس تخينة؟ ها مخبل انت؟ هو شو معرفني غير انت مهرب وكان لازم تقول لي. وش مدري يعني، شفتك سمين وقلت هسه عندك دهون جوا جلدك وما تستبرد مثل الفقمة. اوف، هسه كون سنش كيلو ونص ونسقفها على هاي النار. اقول لك جاسم، انا شايل قنصة زايدة بجنطتي، اذا تريد انطيك اياها. اي والله تسوي فضل. بس بالاول خابر اهلك خلي يحولوا لي 3 ورقات السعر مال القمصلة. 3 ورقات ايش دعوة، هي مال بالله. كيفك، روح بلكة تلقى لك مول شي بالغابة وتشتري لك قمصلة من هناك. ايوه اخيس فقرة لما الدنيا باردة وانت ما وياك قنصلة. هيك موقف صار وياي وقتها بس ربك طلعت منه. شلون بالله؟ هاي حرب ايران والدنيا ثلج واحنا الموقع مالتنا بالمتقدمة، صار علينا هجوم هيك وقت الفجر. اي انا وياي ولد اسمه بشير من اهل القيارة الله يذكره بالخير، صاعدين على البرج وهو يرمي بالبي كي سي وجهاز النداء يمي. اجا نداء بالانسحاب وهو مشغول بس يرمي، وانا ما لابس قنصلة وين اطلع بهالبرد، فما قلت له اكو امر انسحاب ولبس قنصلته ونزلت وهو ظل يرمي. اي وش صار بعدين؟ بعدين استولوا على الموقع وخطيه هو اخذوه اسير وما رجع الا ورا السقوط. بس زين كان مفرمز كل شيء مواقب باله. والقنصل وين هسه؟ هاي قدامك لابسها اني اليومنا هذا. اخوان شفتوا؟ شكو؟ اكو شيء يتحرك بين الاشجار. وين؟ هذاك هو. اذا ما انت بشر طلع نفسك قبل لا ارمي عليك. خلي العود شي عصلي وبعدين ارمي. اطلع قلت لك، راح اقتلك. ها اوقف خالي لا ترمي. زعبور؟ ادري ولك انت ايش جاك هنا؟ غير جيت وراكم. ورانا وين؟ وانتم من اول يوم من طلعت من العراق انا طلعت وراكم، حتى بتركيا قعدت بالفندق اللي قعدتوا بيه. زعبور هسه احنا فاتين من المحشان خايفين لا يقتلونا، انت ايش بلاك؟ هو انا همرد اوصل لاوروبا عندي شغله هناك. اكيد على مود فريار. اي اخوان هذا ما نقدر ناخذه ويانا لان ما دافع فلوس. ابو حمود خابر له خلي يحولوا لك كروه زعبورها. لا انا عندي شايله وياي فلوس كاش. خلاص لا استاذ مهرب انطيني القنصله وخلنا نمشي بعد. يوتا زبعور مال شو اسمك جاي لطرق القميص النص ردن، ما تريد قنصله؟ لا بس اريد جل مال شعر وسماعه مال خرسان اذا عندك. شباب هسه بعد طلع النهار، حاولوا تمشون بهدوء حتى ما حد يحس بينا لان اكو دوريات. دوريات مال شنو؟ خلوا ببالكم فد شويه اللي راح نوصل النهر ولازم نعبره، فحضروا نفسكم. هذا هو النهر. وهذا شلون راح نعبره بهالبرد؟ سبح؟ لا راح نعبره بهذا. وشنو هذا؟ هذا بلم بلاستيك بالجنطه، راح ننفخه ونصعد بيه
بس عندنا بيه مشكلة. مشكلتي ايش يا ستار؟ هذا البلم يتحمل فقط 3 أشخاص، إذا صعدنا 4 راح يغرق. يعني حتى اذا ذول الاربع اسمان؟ إيه عادي. وإذا 4 أضعاف في شلون؟ 4 أضعاف اسمان نثاية في حلة يغرق، هو تعليماته هالشكل، ويا دوب يكفي روحه وحده ويطب. إيه العدان لقيت الحل. شلون بالله؟ ها وصلنا لو بعد؟ أب زيدان لا تحكي، لا روح يحس بينا 4 ويغرقنا. شباب راح نمشي بعد ساعة وتغيب الشمس، وبعدها نستريح شوية ونقوم نمشي الليل كله. اي بس كون نلقى فت خروف شي ونشويه، حيل جوعان اني بس ما اريد احكي. هسه اعطيكم كل واحد شي سندوم مشوا اموركم بيه. يا معود خاصة تبطونا من الاندومي، نريد قوزي. اخوان هسه الدونم بيش يجي هنا وين يعني؟ هنا بهاي الغابة. وليش زعبر عليش تسأل هذا السؤال؟ واذا رخيص راح اشتري فد 100 دونم هنا واجرفها وابيعها قطع زراعي، خلي العالم تبني بيها وتستفاد احسن ما باقي غابة ما بيها فايدة. عمي هنا باوروبا يعبدون الخضار عبادة، بس احنا تجينا حساسية من نشوف خضار وبس نريد نحوله لشولة. يمكن لان الجينات اللي جتنا من الجزيرة العربية تخلينا نحن للصحراء. والله هم بيها وجهة نظر. هلو شنو كان هذا؟ هذا دب وشم ريحتنا ومبين من صوته فحل جوعان. وش نسوي هسه؟ اخوان حتى نتخلص منه لازم واحد من عندكم يتبرع ويصير عروسته لهالليلة، قرروا بسرعة. هذا هو نتبرع بزعبر، هو البتشو ماله مال دبة نثية. ما يخالف انا قابل، يحتاج البس له دلع لو ما يهتم لهاي الامور. لحظة هسه تذكرت، اكو عندي هاي الخلطة باقية من حبوبتي الله يرحمها، تدهنها على جسمك وماكو حيوان يتقرب لك بعد. وشنو مكوناتها؟ هو انت هسه هامتك المكونات؟ دهاكم ادهنوا جسمكم بيها قبل لا يجي الدب ويتسحر بينا. هذا راح له بعده؟ يمكن راح، بس خلينا ننتظر شوية وراها نبدي نمشي. ابو حمودي تدري ظل بالي يم المحشان. عليش ظل بالك يمهم؟ مو هسه بعد ما كتلنا الصقر مالهم بعد ما راح يقدرون يختاروا لهم شيخ. واذا ما اختاروا شنو يعني؟ وذول انت ما تعرفهم، اذا ماكو واحد يقودهم مثل الطليان فراح يديحون وعلى الاغلب ينقرضون. وعساهم انقرضوا شو نسوي لهم يعني؟ هسه لو لازميننا وكاتليننا كان دمنا من يتسحي من رجل يا ابن بيهم ذاك يختارون يا شيخ، هاي طقوسهم. وهسه شو تريد نرجع لهم حتى يقتلونا؟ لا خلي يولوني طبهم حريشي. شباب هسه احنا وصلنا لنص الطريق، وعلى اتفاقنا بعد لازم تدفعوا لي النص الثاني من المبلغ. بس غير لازم نوصل لاوروبا بالاول. والله عاد بكيفكم، تدفعوا لي النص الثاني لو اعوفكم وامشي. لا عمي ندفع، ابو حمودي خابر الله الرحمه ربك. انا راح ادفع باقي الفلوس مال ثلاثتنا، دا احس الفلوس مثقله جيبي. هذا ولا عاد، خلنا نقعد نرتاح شويه وراها نمشي. والله لان رجلي ورمن. لا استريحوا هنا وانا اروح اقضي حاجتي ورا ذيك الشجره. ذيك الشجره البعيده؟ اي يا اخوة واخذ حاجتك هنا واحنا ندير وجوهنا. لا عمي ما اخذ راحتي، تستريحوا هسه ارجع لكم. هسه اول ما نوصل لاوروبا الله يعلم وين راح يذبونا بياكم. كان شنو النوب؟ مخيم مال لاجئين؟ يا مخيم يا معود متوهم انت. لعد وين عبالك ياخذونا؟ شوف الموضوع كالاتي، اول ما توصل يقول لك راح ينطونك شقه مؤثثه فول الفول، وينطونك سياره فولكس واجن اخر موديل. وليش اللي فولكس واجن؟ غير هم المانيا، ويقول لك بعد يخيرونك تقعد بالبيت ونعطيك راتب 5000 يورو، لو تشتغل وظيفه بسيطه ونعطيك 20,000 يورو، بعد انت تختار اللي يعجبك. وياهو اللي قال لك على هالسالفه؟ واحد قشقش لقيته على الفيس وراد مني 3 دفاتر مقدمه. اخوان سوالفكم حلوه بس اقاطعكم بالخير. شو هذا صاحبنا ما رجع؟ ياوا صاحبنا هذا راح ورا الشجره عود يسوي اي والله خلينا نروح نشوفه بس لا صار عليه شيء. لا يا اخي سيس على هالدقه، ضربنا بور الملعون وعافنا. شفتوا قلت لكم خلينا ندفع باقي فلوسه اخر شيء من نوصل، هو اخذهن وهسه رجع يجيب كروه جديده.
اللي يتحرك من مكانه احط طلقه براسه، افتهمتوا؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.